انت تم اغتصابك قبل كده، اهدى يا ولد. وقبل اي رد فعل اسمع الاول. كان في قريه بيحاربوا، وكانوا رجاله القريه كلهم في الحرب، وكانت الستات هي اللي موجوده بس في القبيله، وفي جنود لفوا حوالين المدينه ودخلوا اغتصبوا كل النساء اللي موجودين في القريه دي، الا واحده بس هي اللي قتلت اللي حاول يغتصبها. في الوقت ده نساء القريه اللي اغتصبوا كلهم اتلموا عليها وقتلوها، علشان ما ينفعش يكون في واحده شريفه موجوده في وسطهم، لان لو اهاليهم رجعوا هيقولوا لهم طب ما عملتوش زيها ليه. وبعيدا عن ان القصه دي حقيقيه او لا، بس هي فيها حكمه عظيمه جدا، وده اللي بيحصل في وقتنا الحالي، ان احنا عندنا اغتصاب فكري قدر يوجهه الغرب ويزرعه في عقولنا. علشان كده بقت تلاقي الناس بتحلل الحرام باي طريقه وبتحاول ان هي تدافع عنه كمان. الصح صح والغلط غلط، والحرام هيفضل حرام مهما دورت له على مبررات. خليك فاكر ان الهدف دايما ان هو يلغي العقيده بتاعتك. عشان كده بيعملوا اللي بيحاولوا يعملوه ده فينا، وتقريبا هم ناجحين بنسبه فوق ال 90% كمان. وعايز دليل على ده؟ انزل في الشوارع